يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم راح نساوي وصفة ملفوف الباذنجان، وصفة طيبة وشهية وصحية. أول شي بدنا باذنجانتين كبار بدنا نقطعهم شرائح. بعدين بدنا نجيب صينية بندهن ورق الزبدة زيت وبنصفهم. بعدين بنحطهم بأعلى رف بالفرن وبنشغل الفرن على الشواية اللي رمزها حرف اس. ما بيصير نشغل الفرن ولكن الشواية حصرا مشان ينشوي الباذنجان وما بينسلق سلق. بعدين كمان بندهنه زيت من فوق بالفرشاية. وبعد ما دهناه زيت طبعا ما بتكون كمية كتيرة يعني وسط هيك، بنطالعه من الفرن وبنقلبه مشان ياخد وش من الطرفين. وبعد ما أخد وش ما بيصير طبعا نأمره كتير مشان ما يحترق، بنجيب خضرة اللي هي بصلة وفليفلة حمرا وفليفلة خضرا وبندوراية. بنجيب لحمة طبعا نفرم الخضرة وبعدين بنخلط الخضرة فوق اللحمة وبنحط فلفل وملح. وبعدين بنجيب الباذنجان بعد ما خلطنا اللحمة مع الخضرة بنصف اللحمة وبنلفها وبنحطهم بالصينية. وطبعا انتو تساووا الكمية، كل ما سويتوا كمية أكتر بدكن تكتروا الباذنجان. وبعدين أنا زاد عندي لحمة حطيتها بين الباذنجانات بين ملفوفات الباذنجان. وبعدين جبت بندورة قطعتها وصفيت على الوش زائد فليفلة حمرا. بعد ما صفيت الخضرة من فوق جبت معلقة دبس بندورة وحليتها بكاسة مي وحطيتها على صينية الباذنجان ودخلتها على الفرن. وهيك النتيجة بتفلفلوا جنبها رز راح تاكلوا أطيب وصفة. بتمنى تعجبكم الوصفة وتدعوا لي وتشتركوا بقناتي وشكرا.